السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما تعودنا وقبل ما نبدأ حكايتنا مع بعض نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه أفضل الصلاة والسلام على رسول الله. صاحبة الحكاية بتقول ابن جوزي ما رحمنيش بعد وفاة أبوه، واللي حصل بينه وبينه كارثة بمعنى الكلمة. فضلا وليس أمرا، قبل سماع الفيديو دعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على اختيار الكل عشان يصلكم مننا كل فيديو جديد. صاحبة الحكاية بتقول أنا اسمي هدى، عمري دلوقتي 48 سنة. اتجوزت من واحد قبل جوزي الأخير ده. اتجوزت واحد عن حب، كان زميلي في الجامعة، ولما اتجوزنا قعدنا 4 سنين، بس طلع المشكلة ان انا ما بخلفش وعقيمة. بعد 4 سنين من جوازنا وعرف ان انا عقيمة ما اقدرش اخلف. في الوقت ده كنت عملت عمليتين حقن مجهري وفشلت العملية، وحاولت ان انا اعالج نفسي لدرجة ان انا جبت ورث من بيت ابويا بعد وفاته، وحاولت ان انا اجري على دكاترة كتير واعمل عمليات واخد علاجات ومنشطات على اساس ان انا اخلف، بس ربنا ما امرش. بعد 4 سنين من جوازنا راح هو اتجوز بنت بنوت، اهله اللي اختاروها. وقلت له في الوقت ده من حقك ان انت تتجوز وتخلف وتعيش، خليني عايشة على ذمتك واتجوز وعيش حياتك وخلف لك العيل اللي في نفسك. ما انا ما اقدرش ان انا احرمه من الخلفة، وعشان احنا قعدنا نحب بعض 4 سنين في الجامعة كان لازم ان انا برضو ابصله بعين الرحمة، هو برضو نفسه يبقى اب وكده، وانا مش قادرة ان انا احقق له امنيته. بس للأسف داس على حب 4 سنين في الجامعة، وداس على عشرة 4 سنين جواز غير سنتين خطوبة، وقال لي أنا مش هقدر أكمل معاكي، وأنا إمكانياتي ما تخلينيش أقدر أفتح بيتين. خدي حاجتك يا بنت الناس وربنا يوفقك، وسيبيني بقى أعيش حياتي وأقدر إن أنا أفتح بيت تاني وأتجوز وأخلف عيل. أنا صبرت معاكي 4 سنين وصرفت على قد ما قدرت، وربنا ما أمرش إن أنا أخلف منك. قلت له يعني أنت هتدوس عليا وترميني عشان خاطر إن أنا ما بخلفش؟ أنا مش منعاك من الجواز، بس ما تحرمنيش منك، خليني دايما معاك وأعيش معاك وكده. قال لي لا، انا مش عايزك في حياتي، انا ما اقدرش افتح بيتين، امكانياتي ما تساعدنيش. نسيت اقول لك كمان ان انا معايا كلية تجارة، وكمان ما لقيتش تعيينات ويعتبر ربة منزل او ست بيت. هو طبعا عشان معاه كلية تجارة اشتغل محاسب في شركة دهانات وحاجات من دي، وبيات وحاجات من دي، شركة كبيرة، فكان مرتبه كويس. انا قلت له في الوقت ده يا عم سيبني ان انا اعيش واسترزق واعيش على ذمتك واتجوز، انا مش هقصر معاك في حاجه، ان شاء الله تخليني اعيش معاك بس في اوضه واحده، والعفش كله خش عليه واتجوز عليه، ما تسيبليش الا اوضه النوم، وجيب لي العروسه اوضه نوم جديده. قال لي برضو لا، ما ينفعش، مرتبي ما يغطيش ان انا افتح بيتين. قلت له خلاص ما فيش مشكله، ما دام انت ده اختيارك. طبعا انا يتيمه اب وام، واخواتي البنتين متجوزين، وليا اخين متجوزين. ساعتها طلقني وادالي كل مستحقاتي وادالي كل حاجه. المهم اتطلقت ورحت بيت اخويا الكبير. طبعا مراته ما كانتش طيقاني ولا متحملاني، زي اللي بتقول اتجوزت واتطلقت وجايه تعيش عليا. طبعا انا مليش دخل خالص، بس انا استرديت جزء من معاش ابويا. اخدت معاش ابويا كان موظف حكومي، واخدت معاشه لما انا اتطلقت، رحت قدمت للمعاشات واسترديت معاش ابويا. بس هي مش مستكفيه بكده، كانت مش طيقاني محساني ان انا عليها، رغم ان انا عايشه بمعاش ابويا، ومعاش ابويا مكفيني وفايض كمان بدخل منه في البيت. لكن اول عريس تقدم لي لقيتها بتقنع اخويا بيه. العريس ده كان كبير في السن، انا كنت متطلقه في الوقت ده وانا عمري 30 سنه، في عز شبابي، لسه صبيه وحلوه وجميله ولسه زي ما انا. اتقدم لي عريس عنده في الوقت ده في حدود 50 سنه، متجوز ومراته ميتة ومعاه ولدين بس كبار. المهم من هنا واحد كان في الجامعة والتاني كان في ثالثة ثانوي عام. المهم لما تقدم لي انا قلت لاخويا ده كبير قوي وعنده 50 سنة، اكبر مني ب20 سنة، هروح ممرضة وخدامة لاولاده. طيب على الاقل حتى اصبر عليا، يمكن يجي لي واحد مطلق او ارمل ويكون شباب، عنده حتى على الاقل 40 سنة 35 سنة، ما يبقاش كبير قوي كده. المهم فضلت مرات اخويا تزن عليه، وان لازم اتجوز، وان لازم ان انا اي واحد يجي لي لازم اوافق. انا ايه الميزه اللي فيا اللي تخليني ان انا اصبر الوقت ده؟ وبقت
قعدت تقول له ده هي عقيمة مش هتخلف، هيجي لها جوازة أحسن من كده، راجل عنده بيته ومقتدر وكمان موظف في بنك ودخله كويس وعنده ولدين بس، ما عندوش عيال أطفال لا تربي ولا تدلل ولا تدلع ولا تغير ولا تقلع، انت من حقك توافق. المهم فضلت تزن على اخويا لغاية ما وافق. المهم اتجوزت الراجل ده وهو عنده 50 سنة، وكنت في الوقت ده 30 سنة، ما عشتش معاه ال10 سنين. في ال10 سنين دول اتبهدلت اخر بهدله بصراحه. كان ابنه الصغير نوعا ما كان محترم معايا وكان كويس يعني، بس ما كانش بيحبني. هم كانوا بيغيروا مني على امهم اللي ماتت، ما كانوش طايقيني في حياتهم، رغم ان انا كنت خدماهم وعامله لهم الغالي كله، وكنت ما بقصرش في حقهم باي حاجه. الاكل اللي بيحبوه كنت بعمله، كنت مخدماهم، بنضف لهم بيتهم لغايه الجزم الله يعزكم كنت بدهنها لهم، الهدوم كنت بغسلها واكويها وعلقها لهم على الشماعه. بيتهيألي مش كانوش هيلقوا خدامه يعني معيشاهم في فندق 5 نجوم بالشكل ده، بس ما كنتش لاقيه منهم الحنيه والحب والاحتواء اللي اي ام بتتمناه في ولادها. المهم وجوزي كان ورا ولاده، يعني لما كنت اقول له العيال ما بيحبونيش، العيال بيعاملوني وحش، العيال بيرموا لي كلام صعب، كان يقول لي ايه غصب عنهم، برضو امهم ماتت وتيتموا وهم كبار ومتعلقين بيها، مش بسهولة عليهم ان واحدة تحتل مكان امهم وتدخل مكانها وتنام مكانها وكده، غصب عنهم برضو تماثلهم الاعذار. المهم عشت مع جوزي ده 10 سنين متواصلين، 10 سنين، تتخيلوا 10 سنين خدامة لغاية ما ولاده خلصوا تعليم واتجوزوا وخلفوا كمان. المهم قلت له طبعا انا عملت لك الغالي كله، وانا خايفه من ولادك للعود لو لا قدر الله بعد عمر طويل يجرى لك حاجه يرموني في الشارع. المهم في الوقت ده قال لي ايه ولادي ولاد حلال مش هيعملوا كده، طب بس على الاقل امن لي اي حاجه، انت عارف ان انا يعني ورث في بيت ابويا اخدته وصرفته في الجوازه الاولانيه، وخايفه ان انت لا قدر الله يجرى لك حاجه وابقى في الشارع. المهم قال لي ما تخافيش ولادي هيحطوك في عينيهم. وفوجئت بعد كده ان هو كان عنده بيت 4 ادوار ملك، وكان عنده مرتبه اللي هو يعتبر بعد 10 سنين بقى معاش. المهم فوجئت بعد كده بعد 10 سنين هو اصلا كان عنده القلب وكان عنده سكر وضغط، اتوفى بجلطة قلبية. المهم من هنا طبعا بعد ما مات من هنا جيت ابص لقيته كاتب لاولاده العماره بيع وشراء وموثقها في الشهر العقاري، وعامل لهم البيت بيع وشراء بعقد اخضر ومتوثق كمان، يعني طلعني من البيت ولا اي حاجه بعد خدمه 10 سنين وبهدله. طبعا انا لما توفى من هنا لقيت ولاده الاتنين طردوني وقالوا لي انتي مالكيش مكان هنا، ابونا كاتب لنا البيت باسمنا بيع وشراء، ولو مش مصدقه روحي اسالي في الشهر العقاري. والمهم طلعوا لي العقد، ساعتها رحت سالت قالوا لي فعلا هو ابوهم قبل ما يموت كاتب لهم البيت بيع وشراء ومتوثق هنا ومسجل وكل حاجه. ساعتها عرفت الحاجه الوحيده اللي كانت باسمه ما امتلكش فيها حاجه، والمعاش رحت جريت على الحكومه، طبعا معاشه كان كبير قوي، بس المشكله من كده ان انا كنت باخد منه طلع على المعاش معاشه قل، بقيت اخد 5000 جنيه. ورحت تاني بيت اخويا، رحت بيت اخويا وبهدلوني اخر بهدله. مرات اخويا كانت بتعاملني اسوأ معامله، بقت تقول لي يعني احنا نجوزك ونرتاح تجي لنا تاني ببلوتك؟ يا جماعه انا معايا معاش جوزي وعايش معظم كرامه، بس انا ما ينفعش ان انا اعيش لوحدي. ممكن انا اخد مثلا سكن ومن معاش ادفع سكن وايجار واعيش واكل واشرب ومعايا عفش وكل حاجه، بس انا برضو مستعيباها ان انا اعيش يعني لوحدي للقيل والقال وكده، انا عايزه ونس وبخاف انام لوحدي. المهم مرات اخويا بقت تعاملني وحش جدا، رغم ان انا كنت خدماها بكنس لها وانضف لها واروق لها واعمل لها كل حاجه، بس برضو ما كانش يعني بتعمل لي اي حاجه غير ان هي كانت بتاذيني بالكلام، وكانت بتعاملنا معامله الخدامات وما كانتش طايقاني في البيت. لغايه ما جالي واحد في الوقت ده انا كان عندي 40 سنه 41 سنه، جالي واحد مطلق عنده 50 سنه. ساعتها انا وافقت، بس شرطت عليه شرط واحد، هو كان معاه بنت وولد يعني وكانوا متجوزين، كان عنده في الوقت ده يعني 50 سنة، كبير في السن، بينه وبينه 10 سنين أو 9 سنين تقريبا. أول حاجة قلت له أنا ما بخلفش وعقيمة، قال لي تمام. قلت له خلاص تأمن لي الشقة اللي لو عندك حاجة تكتب لي الشقة باسمي، أنا مش بعد كده هتطلق ولا اترمل ولا يعني اترمى في الشارع بعد كده، اللي قبلك اترميت واتبهدلت. بصراحة أنا قلتها صريح العبارة كده. لقيته
بيقول لي اللي انت عايزاه. المهم كنت في الوقت ده يعني خلاص يعني وفاة ال41 سنة. المهم اتجوزته من هنا، وطبعا ولاده كانوا متجوزين، كان معاه ولد وبنت متجوزين، بس بصراحة ما شفتش منهم الا كل خير. 41 سنة، كان سنه هو في الوقت ده 50 سنة، كان أكبر مني ب9 سنين. عشت معاه أحلى عيشة وكرمني آخر كرم. وصراحة أنا ما شفتش من ولاده إلا كل خير. عنده بنت كانت متجوزة وعايشة مع جوزها في الإمارات، وكان عنده ولد كمان يعني كان مخلص جامعة وخاطب على وش جواز. اتجوز ودخل في نفس البيت، كان عايش في الدور التاني وانا وابوه كنا عايشين في الدور الارضي. بصراحة ما كانش بيقول لنا يا ماما، ولقيته انسان محترم جدا جدا جدا. بس المشكلة ان كان بيعاملني كويس قدام ابوه قوي قوي. المشكلة ان جوزي قال لي ان انا يعني هأمن لك وهكتب لك الشقة الدور الأرضي دي باسمك لبعد ما ماتي. قلت له تمام. المهم من هنا عشت معاهم احلى عيشه وما شفتش معاهم الا كل خير. وبعد كده بعد ما جوزي قعدت معاه 15 سنه، طبعا انا عقيمه ما بخلفش وما حصلش ان انا خلفت. بعد ما عشت كمان معاه 15 سنه كان وصل عمر الراجل ده 65 سنه، وانا كنت في الوقت ده يعني خلاص ده قربت على الستينات. يعني انا كنت متجوزه 41 سنه، خلاص دخلت قربت على كام و50 سنة. أنا كنت في العمر ده 56 سنة، وجوزي كان عنده 65 سنة. جوزي في عمر ال65 سنة جاله شلل نصفي وتوفى. عمر الموت طبعا 65 سنة، كان دخل في سنه جامد. بس بعد ما توفى طبعا لقيت ابن جوزي جاي يقول لي احنا دلوقتي عايزين نعمل اعلان وراثة، فاعملي لي توكيل عشان اجري على اعلان وراثة، وعشان خاطر معاش الحكومة، وعشان خاطر ان احنا نسقط انا واختي، طبعا احنا متجوزين من معاش الحكومة، والمعاش تسترد لك كله كامل. المهم قلت له طيب اعمل لك توكيل. قال لي بس امضي على عقد التوكيل ده، على ورقة التوكيل ده، وانا هخلص بكل الاجراءات بدل ما تتبهدلي وتروحي وتيجي. كان في الوقت ده عمري 56 سنة، يعني برضو مش صغيرة. المهم من هنا مضيت له على ورقة التوكيل. اتى باني عملت له توكيل عام يبيع ويشتري، اللي انا يشتري ويعني يبيع ويشتري كل حاجة تخص اي ممتلكات ابوه. في الوقت ده بيعني الشقة اللي كان ابوه بيعها لي، وكان سايب ورقها في الدولاب. الورق ده اتسرق. هو كان كاتب لي عقد اخضر كده ببيعي ببيعه للشقه اللي هي الدور الارضي باسمي، يعني كان كاتب لي الدور الارضي باسمي بيع وشراء في عقد اخضر. بس بصراحه ما كنتش وثقته ولا سجلته، هو كاتبه لي عقد على اخضر كده، وقال لي الشقه دهيت باسمك عشان لو جرى لي حاجه تعيشي معززه مكرمه ما حدش يطردك، ودي الحاجه الوحيده اللي اقدر امن لك بيها، وساعتها تقدري تستردي معاش لو جرى لي حاجه وتعيشي بخيرك بخيري وما تبيعيش لحد. بصراحة هو كان يعني كريمني آخر كرم ال15 سنة اللي احنا كنا متجوزين. وعشان ولاده كانوا كويسين معايا، عمري ما شكيت في أمرهم إن ممكن يبهدلوني أو يؤذوني أو يعني يطردوني. كانوا بيعاملوني كويس، وكان الظاهر منهم كل خير ليا. عشان كده لما الولد ده مضاني على الورق أنا مضيت وأنا مغمضة، ما حطيتش أي تخوين بيني وبينه. بس اللي اكتشفته بعد كده ببص على العقد الأخضر اللي هو في الدولاب ما لقيتوش. هم طبعا استغلوا الفترة اللي كان أبوهم الفترة الأخيرة إن كان تعبان، وكان الولد ده على طول قاعد معاه في اوضه النوم، وكان هو اللي بيديله علاجه وهو اللي كان بيتابعه، وكان هو ساعات يطلع له غيره من الدولاب لما كنا بنيجي نحميه. الظاهر هو شاف الورقه دي، وانا من لوختي مع جوزي في انشغاله الفتره الاخيره بتاعت عياه الصعب قوي اللي هي بتاع مراحل الموت، ما كنتش حاطه تخوين، وكنت سايباه يفتح الدولاب وياخد اي حاجه منه. وكان ساعات هو اللي بيعين الروشتات بتاعت ابوه او الاشاعات او التحاليل او كده. المهم بعد ما جوزي توفى وجه ابنه يعمل توكيل، وانا طمنته ومضيت على التوكيل على اساس ان انا واخته يعني كاننا بنمضح الاثنين على توكيل عام ان هو يجري لنا في الاجراءات بدل بهدلتنا كحريم وكده. فوجئت بعد كده ببص في الدولاب ما لقيتش عقد اخضر موجود في الدولاب. ساعتها لطمت على وشي وقلت يا ولاه كان في عقد اخضر ابوكم كاتبه لي هنا بنصيبي في البيت الدور الارضي. قالوا ما شفناش حاجه. اتابن العقد اتسرق، والتوكيل اللي انا كنت عاملاه او ماضي عليه كان يعني توكيل عام ان هو يتصرف بالنيابه عني في كل الاملاك بتاعت ابوه الخاصه بيه. ولقيت نفسي بايعين البيت فوق وتحت، الولد والبنت بايعينهم لنفسهم ومضيني مبايعه كمان ان انا بعت لهم نصيبي في حق ابوهم. المهم ساعتها قعدت اعيط لهم واقول لهم حرام عليكم، انا خدمتكم 15 سنه وعملت ابوكم بما يرضي الله، وهو كاتب لي الشقه الدور الارض دي برضاه وباسمي، ازاي ان انتوا تعملوا فيا كده؟ ازاي ان انا لما امضي لك ورق
وعطاك الثقة ان انت زي ابني تستغل التوكيل ده وتبقى عامله توكيل عام تتصرف فيه باملاك ابوك وتاخد العقد تسرقه من ورايا. اكيد انت اللي سرقت العقد الاخضر اللي كان في الدولاب. قال لي ساعتها بكل جبروت، قال لي اعتبريني حرامي وسرقته. مال ابويا ورجع لنا. انت فاكره ان انت هتورثي نص البيت وتاخدي شقه كامله وانت لا خلفتي منه ولا ليكي ولا لنا اخوات منك، وكمان على العمال وعلى البطال، وبعد ما تموتي قرايبك اللي يورثونا؟ احنا خدنا حقنا وما ظلمناكش في حق، ما ظلمناكيش في حاجه، ده حقنا ورجع لنا. وكمان عاجبك تعيشي خدامه تعيشي، مش عاجبك كفايه علينا ان احنا سايبين لك معاش ابويا. ساعتها شلت هم ان انا ارجع لمرات اخويا واتبهدل تاني. قلت لهم طب انا دلوقتي انتوا يعني ظلمتوني وخدت ورثي وخدت حق الشرعي، حتى يعني ما سبتونيش ان انا حتى اورث ورث شرعي في جوزي، انا مش ليا فيه حق بما يرضي الله في البيت وفي كل حاجه؟ قال لي اي ما هو كان ما انت ضحكت عليه واستغلت ان هو سنه كبير وخليتيه يكتب لك الشقه بيع وشراء، وكمان كنت فاكره ان انت تاخدي نص البيت. لما انت تاخدي نص البيت وانا واختي ناخد شقه لوحدنا، انت تاخدي اكتر مننا، وانت في الاول وفي الاخر مرات ابونا الغريب. يعني انت يوم ما تموتي مين اللي هيورثها؟ مش اهلك؟ احنا اولى بمال ابونا. المهم قلت لهم طيب اعملوا لي عقد ايجار مفتوح، خليني حتى على الاقل عشان يبقى بيني وبينكم تسامح ورضا كده، وابقى مسامحاكم في الدنيا وفي الاخره. انا فعلا معاكم، انا لو مت النهارده اهلي اللي هيورثوا الشقه بتاعت ابوكم دول لانها باسمي، فاللي هيورث فيا اهلي لانكم مش ولادي. فانا يا سيدي موافقاكم في الراي ده. طب اعملوا لي عقد ايجار مفتوح وما تحطوش فيه فلوس، يعني ما تاخدوش مني فلوس، واعتبروني ان انا باخد حس البيت. اختك دلوقتي متجوزه في دار جوزها وانت عايش في شقتك معزز مكرم، بدل ما البيت يتهجر تحت اكتبوا لي عقد ايجار مفتوح وهنا قاعده في وسطكم متونسه بيكم بدل ما اتبهدل واروح بيت اخويا. المهم في الوقت ده بعد الحاح وافقوا وعمل لي عقد مفتوح، يعني مش متحدد فيه الايجار قد ايه او كام سنه. المهم وفضلت عايشه في وسطهم وبصرف معاش معاش جوزي، وفضلت عايشه معاهم. بصراحه هم لا كانوا بيعاملوني حلو ولا وحش، كانوا بيعاملوني كأن واحده غريبه ساكنه عندهم. بس بعد كده وبعد فترة كده من سنة بعد وفاة جوزي، لقيت مرات الولد اللي هو ابن جوزي بدأت تغير مني وبدأ يعني تعمل معايا مشاكل. انت هتفضلي قاعدة هنا لازمتك ايه؟ انت واحدة من غير راجل، انا بغير على جوزي؟ يا بنتي ده انا قد امك، انا دلوقتي عندي يعني 56 سنة، مانيش صغيرة في السن. لا انت مالكوش قعد هنا، انا هقول لجوزي لا انا لا انت في البيت. وبدأت تحطني في دماغها. ده بيعمل ايه عشان يمشيني؟ بدأ ينزل لي تحت ويقول لي اطلعي معلش من الشقة، مراتي عاملة معايا مشاكل، وبصراحة مراتي مش مرتاحة لوجودك، وبتقول هي قاعدة ليه مادام جوزها مات؟ انت عايز منها حاجة؟ هي بينها وبينك حاجة؟ وبدأت تشك فيا. يا سيدي يهديك يرضيك، انا من عمر امك، ده انا عندي 56 سنة، هبص لك ايه؟ ده انت يعني عمرك كام؟ 30 سنة دلوقتي، هبص لواحد قد ابني؟ المهم من هنا لهنا بدأ يتلكك لي وبدأ يعني يعمل لي مشاكل، وكل شويه يقول لي هو انا عشان كتبت لك عقد مفتوح هتقعدي تحط وضع يد؟ انا عايزك تخرجي من هنا، انا مراتي حطاكي لان انا لا هي في البيت لا انت لا هي في البيت، انت عايز تخربي عليا وانا معايا جوز عيال منها؟ يهديك يا ابني يرضيك مفيش فايده. المهم قلت له انا مش طالعه، انت عامل لي عقد مفتوح وانا مش طالعه. ولو كان حد فيكم عايز يطلع اطلعوا انتوا، انا هروح فين؟ اروح لمرات اخويا تبهدلني؟ اروح فين؟ انا كل مره ارجع خسرانه وارجع اتهزق مع مرات اخويا وترميني في اي سكه. وكمان انا دلوقتي سن 56 سنه، لسه هتهان مع مين تاني؟ اللي انا سن جواز وانا سن ان انا اتبهدل في الشوارع. ورغم ان انا قلت لهم ده كله وعرفتهم ظروفي ان انا ما اقدرش ان انا اطلع من بيتي عشان ما اتبهدلش بره، وكمان انتوا عارفين من بدايه الامر ان مرات اخويا صعبه في حقي، وكمان بقى عندي 56 سنة، اطلع فين واروح فين؟ ومين اللي هيتجوزني في السن ده؟ ولسه كمان هتجوز جوازة تالتة. المهم اتخططت يعني خطط ابن جوزي ومراته تخطيط ابليس نفسه ما يفكرش يعمله. خطط ان هم يطلعوني باسلوب مهان، عمر ما توقعت ان في بني ادمين يعني او شياطين في شكل هيئة بني ادمين يعملوا كده. خططوا ان يذلوني ذلة بمعنى الكلمة، لما فكروا ان هما يقولوا لي في يوم احنا هننزل نفطر معاكي. وساعتها قلت الحمد لله النفس اتراضت وبقوا راضيين عني وهيعاملوني كويس وهقعد ومش هيطلعوني من البيت وكده.
ساعتها قعدت فطرت معاهم بحسن نية، وكانوا جايبين فطار من فوق من عندهم. وبعد ما اكلت ما حسيتش بنفسي غير بعد فترة لقيتهم مصوريني بوضع مش كويس، زي ما يكون اتفقوا مع بعض ان هم يقلعوني ويجردوني من ملابسي، وان الولد اللي هو ابن جوزي يكون معايا في وضع مش تمام، او بصورة مش تمام. ساعتها انا فقت لقيت نفسي كل حاجة حواليا متلخبطة. ايه يا ولاد اللي جرالي؟ قالوا لي هتطلعي من البيت ولا نفضحك على النت وننشرك ان انتي بتستدرجي ابن جوزك وبتعملي معاه علاقات غير شرعية، وشوف الصورة دي وشوف الفيديو ده ومش عارف ايه، مصوريني هما مقلعيني ملابسي ومقلعيني، يعني عورات جسمي كلها بقى تعتبر باينه في الفيديو، وان هو كانه مجرد من ملابسه كامله، وان هو في وضع مش كويس. طبعا هو ما عملش معايا حاجه، بس التصوير كأن انا انسانه مش كويسه وقاعده يعني بعمل علاقات غير شرعيه مع ابن جوزي. ساعتها قعدت حاسبن عليهم واقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، امسحوا الفيديو ده، انتوا حرام عليكم تخططوا لي بالطريقه دي، مفيش خوف من ربنا، انتوا ما بتخافوش ربنا، فين الضمير؟ يعني انا افتح لكم قلبي واديلكم الثقه تعملوا فيا كده؟ المهم من هنا قالوا لي ايه، تجيبي عقد الايجار يتقطع وخدي بعضك ومشي من هنا. وفعلا اضطريت غصب عني ان انا اقطع عقد الايجار، اديهولهم يقطعوه، ونقلت حاجتي تاني ورحت دورت على سكن قريب من بيت اخويا ونقلت فيه وعشت فيه، وبقيت اروح لاخويا زيارات واخويا يجي لي زيارات وخلاص. واسترديت طبعا معاش جوزي، كان معاش كويس وبيكفيني، وقفلت باب عليا. المهم قعدت يجي 4 سنين كده، ولقيت ابن جوزي ده جاي لي السكن اللي انا كنت ساكناه، سأل عليا لغايه ما وصل للسكن بتاعي، ولقيته بيقول لي سامحيني وفي اللي انا عملته، انا ظلمتك وظلمتك بدل الظلم مرتين لما بيعتك ورثك في بيت ابويا، والظلم الاكبر لما صورتك بطريق مش كويس وكشفت عورتك وصورت معاك بطريقه غير محترمه وغير لائقه. انا عايزك تسامحيني، انا دلوقتي بعاني من مرض الكانسر من يوم ما انت طلعتي، بعدها ب2 سنين بقيت اشتكي من جنبي، وكده بص لقيت نفسي تعبان قوي، رحت عملت كشف وتحليلات وكده، الدكاتره حولوني لدكاتره اورام، وعرفت ان انا عندي ورم خبيث في الكبد، وعايزك تسامحيني وعايزك ترضى عني، انا شايل ذنبك، انت بتجيلي في الاحلام على طول وانت بتقولي لي مش مسامحاك، ذنبي وحقي هاخده منك يوم القيامه، وانا عايز ابري نفسي وانا على الدنيا وعايز اديكي حقك. قلت له انا مش عايزه حقوق، بس انا مش مسامحه في حقي، مش مسامحه. انا في الاول كنت مسامحه لما انت بيعتني من غير ما اعرف، وقلت مش مشكله، ما انتوا كده كده اولى ببيت ابوكم وجري ابوكم، لان ماليش وريث، ماليش الا اهلي، واهلي راميني. فانا قعدت في وسطكم وقلت لك اعمل لي ايجار مفتوح. اللي زعلني منك واللي مخليني ما اقدرش اسامحك العمر كله ان انت تكشف عورتي وتصورني في وضع مش كويس عشان تعرف تطردني من الشقه اللي انا قلت لك خليها لي حتى بالايجار المفتوح ابقى مستوره في وسطكم. انا مش مسامحاك في اللي انت عملته فيا وتكشف عورتي وانت ومراتك تخططوا تصوروني في وضع مش كويس، دي انا مش مسامحاك فيه، مشي من هنا. وفعلا طردته وجالي اكتر من مره، ما بقتش افتح الباب. بصراحه انا من جوايا مش مسامحاه، كسره خاطري وكسره نفسي، وان هم صوروني بطريقه مش مظبوطه وطريقه يعني مش مستحبه، وان هم يهونوني وانا في السن 56 سنه وعشان يطلعوني بطريقه شيطانيه بالطريقه دي مخلياني من جوايا مجروحه جدا جدا، وقلبي من ناحيته مش صافي نهائي، يعني قلبي من جوايا ليه سواد. وهو لما قال لي كده قلت انا كنت طول عمري من يوم ما سبت لهم البيت وانا 2 سنين كاملين في كل سجده وفي كل صلاه اقول يا رب بعظمتك وقوتك ترد لي حقي تالت ومتلت، وقدام عيني اشوف حقي بيخلص قدام عيني. وانا فعلا دعيتها عليه ومن جوايا مش مسامحاه. بيجي لي اكتر من مره يقول لي سامحيني على اللي انا عملته فيكي، وورثك الشرعي هرجع لك الشقه اكتبها لك باسمك، وانا مش عايز حاجه من الدنيا غير انك تسامحيني وتقول لي ايه ابرتك من اللي انا عملته فيكي، وان انا حللت لك كل اللي انت عملت فيا مسامحاه، وان انا خلاص عفيت عن الظلم اللي انا شفته منك. هو عايز مني السماح، لكن انا والله من جوايا قلبي قافل من ناحيته نهائي، وكل ما يجيني اقول له مش مسامحاك لا دنيا ولا اخره، وحقي هاخده منك في الاخره. انا مش عايزه بيوت، مش عايزه فلوس، مش عايزه اي حاجه، انا مأجره هو في وسط ناس محترمين بيعاملوني زي ولادهم، وعايشه كافيه خير شري، مش محتاجه منك شقه. بس اللي انت عملته فيا انت ومراتك، والفيديو اللي انت عملته ليا بالطريقه القذره دي، واشوف نفسي كما ولدتني امي، ده اللي ما اقدرش اسامحك فيه ابدا، كشف عورتي كده.
وان انت تخططوا بالطريقه القذره دي عشان تطلعوني من البيت. كان في طريقه احسن من كده تطلعوني بيها، ولا انك تكشف عورتي. انا لا مسامحك ولا دنيا ولا اخره. مراته بتيجي تستسمحني وانا قفلت بابي بيني وبينهم. هل ان انا كده غلطانه ان انا يعني ما سامحوش بعد اللي عملوا فيا؟ بعد ما نصب عليا، خد ورث الشرعي ومضاني على توكيل عام ان يبيع ويشتري ويطلعني من غير حق الشرعي في جوزي. حتى حق الشرعي اللي انا استحقه ما ادهلوش، ما اعطاهوليش. وغير كده كمان لما قلت له طب خليني اعيش في وسطكم بعقد ايجار مفتوح لغايه ما اموت ويبقى البيت بتاعكم، وانا برضو مش عايزه منكم حاجه، انتوا اولى بحق ابوكم. وقلت مش مشكله. طلعوني بطريقه قذره لما صوروني بطريقه مش محترمه، وصوروني وانا عريانه معاه، وحاجه يعني فضيحه بمعنى الكلمه. ما مسحوش الفيديو غير ما انا اتنازلت لهم وقطعت العقد الاخضر بتاع الايجار ولميت عفشي وطلعت وانا مكسوره وطالعه وانا حاسه ان انا عريانه من كل حاجه، وان انا كاني عامله حاجه محرمه. وبقيت خايفه كمان ان هم يهددوني بعد كده، او يكون معاهم نسخه تانية يفضحوني او يكسروا عيني باي حاجه. ده كان يرضي مين؟ انا كده غلطت لما اقول له مش مسامحاك. انا بصراحه مفيش بيني وبينه اي نيه ان انا اتنازل عن حقي ده، وانا مش مسامحاه لا دنيا ولا اخره. وده ابسط حقوقي، ان لما انظلم من حد بالطريقه دي ان انا مسامحوش. انتوا شايفين ان انا كده عدوانيه او ان انا كده جحد عليه، ولا انا اقل حقوقي ان انا مسامحوش؟ انا مش مسامحاه دنيا ولا اخره، وحقي هاخده منه يوم القيامه. حتى هو بيحايل عليا ان انا اخد حق الشرعي في ابوه ويرجع لي الشقه ملكيتها تاني. انا لا عايزه شقه ولا عايزه فلوس ولا عايزه حاجه منه. كفايه ان انا باخد معاش جوزي الله يرحمه مكفيني وفايض، ومأجره في وسط ناس محترمين احسن من اهلي. وانا مش عايزه ماديات منهم، بس حقي واللي عملوه فيا مش مسامحه فيه، لا هو ولا اخته ولا مراته. وكده انا قلت لكم اللي عندي. اكتبوا لي في الكومنتات انا كده استاهل اللي انا بعمله ولا انا كده غلطانه. انا رديت عليها قلت لها المسامح كريم، وما دام هيرجع لك حقك الشرعي، واحنا مش ملايكه، هو انسان غلط وانسان فعلا مش كويس لما عاملك بالطريقه دي او طردك بالطريقه الوحشيه ديت. بس احنا طبعا اذا كان ربنا بيسامح في حقه احنا مش هنسامح؟ ما دام هو صاحب مرض، وانت عارفه المرض ده مرض خطير ممكن يموت في اي وقت، فبلاش ان هو يبقى متعذب في الدنيا بالمرض وبالذنب. فانتي خليكي انت اللي كريمه باصلك وانت طيبه وسامحيه وخلاص لوجه الله. هي طبعا رافضه. لما انا قلت لها كده قلت لها خلاص انتظري تعليقات الكومنتات، وبالاغلبيه اللي هيقولوا لك عليه انتي مشي وراه التعليقات، اذا كانت فعلا هي تستاهل ان هي تسامحه، ولا هي تفضل ماسكه على رايها وما تسامحوش. انتوا اكتبوا لها في الكومنتات تعمل ايه وايه الصالح اللي يرضي ربنا. ويا ريت تكون حكايتنا عظه وعبره. الطمع يقل ما جمع يا جماعه، الدنيا فانيه، محدش بياخد من الدنيا غير الطوب الابيض، هو اللي هناخده في الاخر الكفن. ويا ريت يكون حتى الكفن ده هيكون قماش اصلي ولا قماش شايط. احنا مش هناخد حاجه من الدنيا غير عملنا الطيب وعملنا اللي الناس تذكره بالخير بعد موتانا. فاحنا مش هنكسب حاجه من الدنيا غير الكلمه الطيبه. فبلاش تطمعوا في حقوق الناس. هم طبعا غلطانين وهو غلطان، والغلط كبير كمان. ابوك كتب لها الشقه خلاص، هي برضاها بقى اذا كانت تتسامح معاك وتسيبها او تتنازل لكم بيها، ما يبقاش برضه غصب عنها. يعني الورث للتوارث، وابوك كاتب لها الحاجه وهو برضا خاطره وبرأيه، وانتوا كنتوا عارفين وعرفكم ان هو هيكتب لها الشقه ديت. كان هيكتب لها الشقه دي باسمها، يعني انتوا عارفين كل حاجه. بلاش كانت تعملوها بالطريقه دي وتظلموها الظلم البشع ده. الظلم ظلمات ليوم القيامه. بلاش الطمع، بلاش اخد حق الناس بالباطل. بلاش الظلم ظلمات ليوم القيامه يا جماعه. مش معنى ان انا ربنا عطيل القوه وعطيل السلطه ان انا اخد حاجه غصب عن حد. بلاش اكون طماع، بلاش اخد حقوق الغير، بلاش افضح اعراض الناس. انتوا شفتوا في الاخر دعوه المظلوم مستجابه، يعني دعوه المظلوم للسماء. ايه اللي نبوا من الدنيا غير المرض الوحش؟ وفعلا يعني الابتلاء يا جماعه لما بيكون في الصحه بيبقى صعب جدا. فبلاش نظلم حد. دعوه المظلوم مستجابه. بلاش نظلم لا في ورث ولا في اعراض الناس، ولا نتكلم في حق الناس بالباطل، ولا ناخد حاجه مش بتاعتنا، ولا نستكتر نعمه ربنا على حد. التسامح حلو، الرضا والقناعه كنز. وعشان كده حبينا ننقل لكم الحدث ده. يا ريت تكون حكايتنا نالت اعجابكم وفيها عظه وعبره لكل اللي يسمعها. ما تنسوناش من دعمكم لينا بالقناه بالاشتراك وتفعيل الجرس والضغط على علامة الكل عشان يصلكم مننا كل جديد. وبكده حكايتنا خلصت، ويا ريت تكون نالت اعجابكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.